الله يكون في عونهم. هنكمل ان شاء الله باذن الله من نادي بقى الزمالك. استبعاد زكي من معسكر المنتخب. عمرو زكي الحقيقه اتكلم مع كابتن ضياء السيد. عمرو زكي واضح ان هو تعبان، بيعاني من مشكله في طبله الاذن، وكان بيشتكي منها هناك في ماتش افريكا سبورت، وكان عرضوه على طبيب، ولكن عمرو زكي بيقعد مع كابتن ضياء السيد وبوب برادلي وبيتفهموا الموقف وبيستبعدوا عمرو من معسكر المنتخب اللي جاي ده. الكابتن برضو اسماعيل يوسف بيصرح وبيقول زكي لاعب مصابا وغياب عبد الواحد مؤثر. الكابتن اسماعيل يوسف بيقول ان هو عمرو زكي تحامل على نفسه جدا في لقاء افريكا سبورت ولعب مصاب، والحقيقه ان هم عرضوه على متخصص هناك وقال ان هو ممكن يلعب، بس عمرو كان تعبان جدا وكان بيحس بدوخه، فالمفروض ان عمرو يريح شويه. والكابتن اسماعيل يوسف بيقول انا ما عنديش مشكله في عدم وجود عبد الواحد لان عندي ثقه كبيره جدا في جنش، فما فيش مشكله ان شاء الله. هي المشكله مش في ثقه جنش، المشكله ان عبد الواحد السيد مش موجود، ومش موجود احتياطي كمان. يعني جنش كده هتبقى فيه مشكله، لو فيها ضمه، فيها اي حاجه في ركبته، فيها حاجه لازم يلعب، ما فيهاش الحقيقه اي كلام. دولي الزمالك ينهون معسكر المنتخب 16 ابريل. الكابتن حسن شحاته عقد اجتماع مع الكابتن ضياء السيد وتفاهم معاه ان الناس اللي هتنضم من نادي الزمالك زي محمد عبد الشافي، ابراهيم صلاح، احمد حسن يعودوا تاني الحقيقه يوم 16 ابريل، يعني يلعبوا لقاءين وديين، وقبل اللقاء الثالث يرجعوا مصر تاني علشان يستعدوا للماتش اللي جاي بتاع نادي الزمالك في دور ال 16 ان شاء الله باذن الله. نروح بقى للمنتخب الاولمبي. والمنتخب الاولمبي الكابتن هاني رمزي بيستعد للاولمبياد لندن اللي جايه.